مش معنى ان انا جبت الاستاذ ياسر يحيى وشريف عبد اللطيف وشريف شعبان والمجموعه المحترمه اللي معاهم كلها اقول لا هم خلاص اللي يشيلوا الشيله ونسيبهم كلهم ويواجهوا الامواج. النادي المصري ده مش بتاع مجلس الاداره بس، وهي دي النقطه اللي انا باكد عليها دايما. النادي المصري ده بتاع حوالي يعني من حوالي 3/4 مليون بورسعيدي. النادي المصري ده بتاعهم. احنا مش مركز شباب ومش نادي صغير ولا حاجه، لا احنا نادي بيمثل المدينه، فلازم يكون مسؤوليه المدينه كلها ومسؤوليه محافظ المدينه ومسؤوليه وزير الشباب ومسؤوليه المجالس المحليه ومسؤوليه حتى يعني ممكن اتجاوز في الامر واقول لك ومسؤوليه رئيس الجمهوريه. لان النادي المصري ده زي ما الاستاذ شريف قال من شويه، قال لك هو بيقول هو يعني المزاج البورسعيدي هو النادي المصري. ان وزي ما بيقول انا سامع بيقول كلمه هو قبل الخبز احيانا، لا ده هو قبل الخبز كثيرا مش احيانا. مش احيانا صح. فانا متاكد والله وحاسس، انا بقول لك انا مستبشر خير بالمجلس ده جدا. حاسس ان هم كلهم جايين بهدفهم الشغل. جزئيه ان الاستاذ شريف انا قاعد وبسمع بانصف للحوار تماما، يعني اما بيقول ان احنا بقالنا 15 يوم بنجتمع مع بعض وبنفكر مع بعض، ده معناه ان هم الناس دي فعلا اخدين الموضوع ده مش واخدينه علشان شغالين جد يعني يا دكتور. لا شغال جد وعارف المسؤوليه اللي عليه. خلي بالك والله العظيم، يعني انا بدعي لهم كلهم ان بالتوفيق ان شاء الله يا رب. وبدعي الاستاذ شريف بالتوفيق، لان انا عارف ان هو المسؤوليه صعبه عليهم وعارفين ان هم بيتصدروا في وش الماء. يعني خلي بالك في ناس كتير وممكن وبيقول لك يا عم انا ايه اللي يدخلني في وجع الدماغ دوت، انا ابعد اكون مستريح وابعد عن النادي المصري والكلام ده. بس هو عشان الاستاذ شريف خلي بالك محمد لعب في النادي المصري ناشئا وكان ناشئ متميز في جيل الكابتن ابراهيم المصري والجيل ده كله، فعارف يعني ايه النادي هو دلوقتي كمان يعني دلوقتي كان ناشئ متميز، دلوقتي هو من كبار يعني اللاعبين بقى في سوق المال والاعمال. يعني هو كان سواء كان متميز في كرة القدم، هو دلوقتي اصبح يعني من الناس المميزين يعني رجال اعمال في بورسعيد. انا عايز اقول لك على حاجه محمد معلش، في ناس ممكن يكونوا اكثر تميزا بس يقول لك يا عم ابعد عن الشر وغني له. لا اما هو نفسه يجي ويبقى عنده الاقدام دوت ان هو جاي وعايز يخوض تجربه في النادي المصري يا محمد، تجربه صعبه والله العظيم مش سهله، وهو يجي يقول لك لا انا عايز اشتغل وامد ايدي للنادي المصري. ومحمد اي حد يفضي نفسه ومن وقته ومن بيته ومن تفكيره 5 دقائق للنادي المصري ده انا بحييه. ده مش هيفضي بقى خلاص يا دكتور، ده هو كده خلاص يعني هو تقريبا ما عادش خلاص عنده يعني شغله بقى واهتماماته والكلام ده كله خلاص. هو هينقل مكتبه جوه النادي المصري يعني. لا وانا بقول لك هو هينقل اهتماماته كلها تبقى تجاه النادي المصري، وهيبقى يحاول يفكر بشكل كبير جدا في النادي، لان هو عايش النادي المصري ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. فاي حد بيفكر بالتجربه دي يا محمد ويقبل ان هو يخوض التجربه الصعبه دي المريره دي، يقبل ان هو ياخدها، فانا بقول له كتر الف خيرك وبقول له شكرا والله من قبل ما يبدا ومن قبل ما يعمل اي حاجه خالص، لانه مجرد ان هو يوافق ان هو يدخل مجلس اداره النادي المصري فهو ده بحد ذاته. يعني انا بعتبر ان هو انسان يعني جاي يعني ايه متميز جدا ان هو يعمل حاجه زي كده، وفي نفس الوقت احنا بقى بنتمنى له كل التوفيق ووراه بقلبنا وبدمنا وبكل حاجه ان هم من اجل نجاح مسيره المجلس ده، لان نجاح مسيره اي مجلس للنادي المصري محمد هو نجاح مسيره بورسعيد كلها. بورسعيد كلها ما تتصورش اما بنكسب ماتش، اديك بتشوف اما بنكسب ماتش زي ماتش الزمالك ولا ماتش المنيا ولا ماتش القناه ولا اي ماتش بنكسبه بتمشي في البلد بتحس يا محمد ان بورسعيد. انا لسه بقول له الكلام ده، قال لي طبعا من حقي ان انا افرح. يعني بقول له دلوقتي ماتش قال لي طبعا من حقي ان انا اكون عضو مجلس اداره النادي المصري وافرح زي بقيه الناس. يعني طبعا كسبان وفرحان حقي. بص انا قبل كده قلت كلمه محمد ان النادي المصري بيوحد الجميع، مفيش فرق بين ولا تقول لي واحد بيشجع السيسي ولا واحد بيشجع حمدين ولا واحد اخوان ولا واحد سلفي ولا مسلم ولا مسيحي ولا واحد غني ولا واحد فقير ولا واحد مستواه الاقتصادي مرتفع ولا واحد مستواه الاقتصادي منخفض ولا واحد مستواه الاقتصادي ولا واحد متعلم ولا واحد مش متعلم. النادي المصري بيجمع الجميع يا محمد. فعشان النادي المصري بيجمع الجميع هتبص تلاقي ان كلنا واقفين، لازم نبقى واقفين وراه، لازم نبقى كلنا سبورتد للناس اللي متوليين المسؤوليه فيه. فعشان كده بقول له يا استاذ شريف احنا وراك كلنا وورا المجلس الاداره كله ووراكم بكل ما اوتينا من قوه عشان ننجح مسيرتكم، لان نجاحكم في الاول وفي الاخر نجاح لينا يعني. والله طبعا بشكرك يا دكتور على الكلام المميز اللي حضرتك قلته، ودي طبعا احنا بنتمنى طبعا نكون عند حسن ظنكم كلكم. احنا طبعا هي مسؤوليه طبعا علينا او تجربه طبعا علينا ثقيله ما ننكرهاش،
ولكن ان شاء الله نكون عند حسن ظن بورسعيد كلها وجماهير النادي المصري وعشاق النادي المصري ومدينه بورسعيد. ان شاء الله هنحاول نثبت بقدر امكاننا وقدر استطاعتنا ان احنا فعلا اقدر بالمسؤوليه ديت، وان احنا فعلا على قد المسؤوليه ديت، وان احنا هنثبت يعني لقله من الناس سوء الظن فينا. واحنا كلنا والله يعني حابين ان احنا ننجح، وحابين ان الناس كلها تكون في ظهرنا، واحنا مش هننجح فعلا ولا النادي المصري طبعا هيحصل على بطولات او الا بتكاتف الناس كلها. لان انا النهارده كراجل نائب رئيس مجلس اداره او رئيس مجلس الاداره نفسه او اعضاء مجلس الاداره، احنا طبعا مش هننجح الا بيكم انتم، لان انتم طبعا اساس. يعني انا جمهور بورسعيد بالنسبه لي، يعني انا ما بلعبش 11 واحد، احنا 12 واحد، يعني جمهور بورسعيد نمره واحد بعد كده 11، يعني هي المباراه كده حتى. فانا طبعا التفاف جماهير النادي المصري حوالينا والتكاتف معانا والاشتراك معانا وفي كل حاجه، ان شاء الله ربنا يكتب لنا النجاح. ان شاء الله نثبت للعالم كله ان احنا قد المسؤوليه، مش لبورسعيد بس والمصر والعالم الخارجي كله. في عندنا طبعا حاجات كتير ان شاء الله نقدمها للنادي، سواء كانت مشاريع ان شاء الله داخل النادي المصري او ان شاء الله نتعاقد مع صفقات جديده، حاجات تشرف بورسعيد تشرف النادي المصري. الحاجات دي كلها في دراسه تامه وفي عنايه تامه، واحنا دلوقتي انا بحب اطمن شعب بورسعيد كله، احنا دلوقتي علاقتنا المجلس الجديد كله علاقه وطيده ببعض، احنا كلنا اصدقاء وكلنا حابين المكان، كلنا بنفكر في الكيان، مفيش حد بيفكر في ذاته، لان النجاح للكل والاخفاق للكل. مش هتتحسب لحد ان ده نجح وده فشل، لا كله بيتحمل المسؤوليه. احنا بنعاهد جمهور النادي المصري وشعب بورسعيد او مدينه بورسعيد باكملها، ان شاء الله باذن الله هنكون عند حسن ظن الجميع. هنقدم كل ما نملك من عطاء لصالح النادي المصري ولصالح الكيان. ان شاء الله نبقى في تقدم مستمر، وباذن الله ربنا يكرمنا بقى ونحصد بطوله نفرح بقى اهل بورسعيد، لان هو ده الحصاد اللي هو يعني ان الناس مستنظراه ان شاء الله. ان شاء الله استاذ شريف، وبشكر حضرتك، وزي ما بقول لحضرتك كلنا وراك، بتمنى لك يا رب التوفيق، كل التوفيق حضرتك وكافه اعضاء المجلس المحترمين، وان شاء الله باذن الله تفرحونا، وان شاء الله مستنيين منكم الكثير والكثير، وزي ما حضرتك قلت انتم عليكم انكم تشتغلوا واحنا علينا ان احنا ندعمكم باذن الله. ربنا يخليك يا دكتور. دكتور محمد، يعني خليني بس اسالك كده، وفرصه ان حضرتك موجود معانا، يعني قول لي لو في المنظومه الاعلاميه والمركز الاعلامي بالنادي المصري شايفه ازاي بقى، وتعاونه مع مجلس اداره النادي المصري الجديد؟ والله يا استاذ محمد، يعني انا عايز اقول حاجه، ان احنا يعني اكيد انا بشكر المجلس القديم اللي كان موجود كله على تكاتفه معانا ووقوفه معانا، وانت اكيد واحد من الناس اللي حسوا بمدى الجهد اللي ناس اتبذل، محترمه وناس كانت على قد المسؤوليه، من الاستاذ ياسر يحيى او الاستاذ محمد الفولي او الدكتور شريف صالح. اذا كان الاستاذ محمد الفولي والاستاذ ياسر يحيى يعني موجودين في المجلس الجديد، فانا برضه احب اوجه الشكر، كل الشكر للدكتور شريف صالح، الراجل كان هو باعتباره مشرف على المركز الاعلامي للنادي المصري، احب اوجه له كل الشكر، الراجل تعاون معانا حتى اخر يوم، ودي حاجه انا بقولها دايما، ان الدكتور شريف يعني بقول لك، انا مش عايز اقول ان هو بيتعاون معايا حتى النهارده والله العظيم، يعني في حاجات كتير جدا، فانا بوجه له الشكر، كل الشكر للدكتور شريف صالح. وده اللي كان الاستاذ شريف كان بيتكلم عنه يا دكتور، يعني بيقول لك يعني مش لازم انت تكون جوه المجلس، ومش لازم اكون انا جوه المجلس، اللي بيحب النادي المصري بيقدم له، يعني مش لازم ان انا اكون موجود. الدكتور شريف صالح والله في الحته دي، وانا ما بحبش اشكر حد بيني وبينك وهو موجود في مكانه والله العظيم، يعني لو هو خلي بالك انا ما شكرتوش وهو كان مشرف على المركز الاعلامي، بس لما هو مشى من النادي المصري لسبب او لاخر، بس انا برضه عايز اوجه له كل الشكر، لان انا ما بحبش ان النادي المصري كمنظومه يكون ناكر للجميل لحد او بينكر او جاحد او بينكر جهد احد يعني. فانا بوجه الشكر، كل الشكر للدكتور شريف صالح على المجهود اللي بذله في النادي المصري خلال السنه او السنه ونص اللي كان موجود فيهم. وانا انا بقى لي يا محمد في المركز الاعلامي في النادي المصري من شهر 9 اللي فات، من 22/9 اللي فات، يعني حوالي 6 شهور و8 ايام ولا حاجه. فانا بشكره على الفتره اللي انا يعني هو كان بيرقص فيها او بيشرف فيها على
المركز الاعلامي للنادي المصري. واعتقد ان هو يعني اللي بسط الواحد واللي مفرح الواحد فعلا ان الساده اعضاء مجلس الاداره سواء الجدد او القدام كلهم حاسين باهميه الميديا واهميه الاعلام للنادي المصري، وحاسين بالفرق اللي عملته المنظومه الاعلاميه للنادي المصري من الموقع الرسمي او الصفحه الرسميه او على المصري اس ام الوليد الجديد للنادي المصري. ويمكن اللي عمل رد فعل كويس والحمد لله رب العالمين بقى للنادي المصري صوت. ويمكن يا محمد اما انت دلوقتي يعني ايه تتابع مثلا البرامج بتاعه المرشحين بتاعه نادي الزمالك وتشوف مثلا الاستاذ بحب ابو رجيله في نادي الزمالك عضو مجلس الاداره الجديد اللي حاطط بند في كان اول ده، لا ده مش بند، ده كان اول حاجه على جدول اعماله في البرنامج الانتخابي انشاء اذاعه للنادي الزمالك، ده كان اول حاجه. وهيسميها الزمالك اس ام بالظبط. يعني انت تكون سابقه، يعني انت تكون سابق نادي زي نادي الزمالك في مصر. لا احنا سابقين كل نوادي مصر الحمد لله في حته الاذاعه الرسميه للنادي المصري دي. فاكيد ديت مسؤوليه علينا واكيد فيها كوادر واكيد الحكايه دي يعني انت عارف يا محمد شغل الميديا ده شغل يعني مرهق يعني ايه من ناحيه العمل ومرهق من ناحيه الماده كمان. بس في الاول وفي الاخر انت بتقدم حاجه بطليق باسم النادي المصري اللي زي ما استاذ شريف عبد اللطيف دلوقتي بيقول النادي المصري يا جماعه يخطب على المئويه، يعني بقى له 94 سنه وده رقم كبير. ده في دول ما بقالهاش 50 سنه. يعني لما نقول ان النادي المصري بقى له 94 سنه فلازم يكون ان الاعلام بتاعه قوي بتاريخه وجماهيره، بيعبر عن الجماهير وبيعبر عن التاريخ الممتد والعريق للنادي المصري ده. واعتقد ان جماهير النادي المصري تستحق ده، واعتقد ان الحمد لله رب العالمين المنظومه الاعلاميه للنادي المصري قدرت في خلال الفتره اللي فاتت دي يبقى ليها بصمه بين المنظومه الاعلاميه بتاعت الانديه المصريه كلها والناس كلها. الحمد لله رب العالمين بتتكلم عن المنظومه الاعلاميه للنادي المصري كويس. فانا متاكد تمام التاكد ان اذا كان الاستاذ ياسر يحيى او الاستاذ شريف عبد اللطيف او الاستاذ شريف شعبان او الاستاذ محمد الخولي محمد الملاح، انا مش عايز انسى حد، يعني الاستاذ احمد السيد الاستاذ محمد ابو عوف، يعني الناس كلها الاستاذ محمد الملاح الاستاذ احمد السيد متولي، ان الناس دي كلها ان شاء الله انا متاكد ان هم هيدعموا المركز الاعلامي، مش هيدعموا الافراد اللي موجودين جوه المركز الاعلامي. لا طلباتنا مش هتخلص، ما تقلقش يا دكتور، طلباتنا مش هتخلص ما تقلقش. لا والله واحنا والله يا دكتور انا هي بتاهلنا ان احنا نشتغل شغل كويس ونقدم حاجه بكتير باسم النادي المصري. هي دي الحاجه الوحيده اللي احنا بنعملها لان احنا حاسين بقيمه جمهور النادي المصري وباسم وتاريخ النادي المصري. فعشان كده احنا كل عايزين نطلع بحاجه يعني ايه تليق بهذا التاريخ وهذا الكيان الكبير اللي احنا بنفخر بالانتماء ليه فيه. والله يا دكتور انا طبعا بشكر حضرتك على الكلام الجميل اللي انت قلته، بس انا برضو بحب اعرف جمهور النادي المصري ومدينه بورسعيد باكملها انتوا مركز اعلامي على اعلى مستوى، عملتوا طفره في فتره قصيره. طبعا بداتم تعرفوا جماهير بورسعيد، طمنوا جماهير بورسعيد من خلال البرنامج المحترم او رد اف ام المحترم اللي انتوا عاملينه النادي المصري. واحنا كمجلس اداره بنعهدك ان احنا ان شاء الله طبعا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نطور لكم هذا المركز الجميل. انا اول مره اخشه طبعا وانا فوجئت بيه بصراحه بالكل الحاجات اللي موجوده فيه وكل التطور الموجود فيه. ده حاجه جميله جدا، واحنا بنعاهدكم طبعا ان احنا هنبقى في تقدم فيه ان شاء الله، وهنبقى ايدنا في ايديكم، وباذن الله نلبي لكم طلباتكم، وان شاء الله يعني ندعم المركز اكتر من كده، وان شاء الله نحط ايدينا في ايدين بعض التقدم مستمر باذن الله. ان شاء الله استاذ شريف، وده عشاننا فيك وعشاننا في كل اعضاء مجلس الاداره والمحترمين. وانا مش معلش انا طولت عليكم، بس انا ما كانش ينفع ان حضرتك تكون موجود النهارده وما رحبش بيك المركز النادي المصري يعني. ربنا يخليك يا دكتور، وانت انسان محترم وناجح، وكل الناس اللي معاك محترمه، وان شاء الله انا والله لسه بقول لمحمد انتوا فعلا اضافه للنادي المصري بامانه والله. ربنا يخلي حضرتك. شكرا دكتور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك الجميله دي والسريه، وان شاء الله باذن الله يكون القادم افضل باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا حبيبي. شكرا دكتور، شكرا، بشكر شكرا جزيلا دكتور محمد فاروق مسؤول المركز الاعلامي بالنادي المصري. بس خلينا كان في معانا مداخله يعني هي طولت شويه، احنا طولنا على الراجل كتير يعني. استاذ جمال خليل وهو احد اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي المصري. خلينا نقول مساء الخير يا استاذ جمال. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله. ازيك يا استاذ محمد؟ ازي صحتك؟ الله يخليك يا رب، بألف خير، ربنا يكرمك يا رب. انا بس عايز اعمل مداخله بعد اذنك. الاستاذ شريف عايز اكلمه واهنيه بس بالمنصب ان شاء الله، والاخوه الزملاء اللي هم اعضاء مجلس اداره النادي المصري. طب خليني قبل ما يعني، طب استاذ جمال خليني قبل ما حضرتك يعني تهني مجلس اداره النادي المصري واستاذ شريف كمان، يعني لو حضرتك عايز توجه له اي تحيه او سؤال، خليني اسال حضرتك كاحد اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي المصري، شايف التعيين مجلس اداره في الوقت الحالي لقياده النادي المصري يعني، والمجلس دلوقتي زي ما استاذ شريف يمكن قال كلمه يعني مهمه جدا، قال لك المجلس اللي موجود رجال اعمال، ناس بتقدر النهارده هتحط بنيه اساسيه ينطلق من خلالها النادي المصري. شايف ايه اللي ممكن نقوله او يعني نقترحه على مجلس اداره النادي المصري الحالي عشان النادي المصري يقدر يدبر موارد وما يعتمدش بقى زي ما كان الاستاذ شريف بيقول على الرجل الاوحد، وان احنا نقدر ننهض بالنادي المصري بشكل قوي؟ تمام. انا من وجهه نظري يا استاذ محمد بعد اذنك يعني، اتفضل. طبعا بس على الاستاذ شريف، احنا اهم شيء عندي طبعا كلام الاستاذ شريف كلام منطقي جدا. احنا مش عايزين نعتمد على حد طبعا، على اي حد، ومتشكرين طبعا على الناس اللي هي قدرت تساعد النادي المصري في الفتره اللي فاتت دي كلها. تمام. بس احنا نتمنى من المجلس الموجود حاليا ان هم يشوفوا لنا مشروع. واحنا عارفين الاستاذ اللي هو سماح عندنا محافظ بورسعيد ايده معاهم، يعني ايده معاهم، هم لو طلبوا اي شيء منه الراجل مش هيتاخر. فاحنا بنتمنى منهم ان شاء الله ان هم يعني يقدموا مشروع للاستاذ المحافظ، والاستاذ المحافظ بيحب النادي المصري وبيحب بورسعيد وبيحب جماهير بورسعيد جدا، وهو بورسعيدي. هم لو طبعا بورسعيدي، وانا ليا الشرف ان انا اعرفه شخصيا يعني، سياده المحافظ اعرفه شخصيا. فانا بتمنى من المجلس الموجود حاليا اللي هو مشرفنا طبعا الاستاذ شريف والاستاذ ياسر والاستاذ محمد ابو عوف والاخرين، ان هم يتقدموا بالمشروع على اساس ان هم مثلا ياخدوا يعملوا النادي الاجتماعي. النادي الاجتماعي ده مطلوب، النادي الاجتماعي مطلوب يتعمل محلات، مطلوب يتعمل كذا، مطلوب يتعمل كذا، لان هم عندهم فكر ولهم ناس شطار وشباب كويس وناس شطار جدا، وهم ناجحين في اعمالهم كلها الحمد لله. فاحنا بنتمنى ان هم يقدموا المشروع ده للسيد المحافظ، وانا عارف ان السيد المحافظ مش هيتاخر، لان هو بيحب بورسعيد وبيحب النادي المصري زي ما هم كمان بيحبوا بورسعيد وبيحب النادي المصري. وانا بصراحه انا بطلق على المجموعه دي المجموعه 3 سبعات. معلش المجموعه هو يعني هو كمان اطلق يعني زي ما حضرتك بتقول عليهم كده، هو كمان استاذ شريف كان بيقول على المجلس السابق ان هم ناس فدائيين. انا بقول لحضرتك والله، انا بقول لهم فعلا مجموعه 3 سبعات، بس 3 سبعات في ايه بقى؟ في حب بورسعيد، في حب بورسعيد وحب النادي المصري وحب اهل بورسعيد، لان انا اعرفهم فردا اقسم بالله يا استاذ محمد، انا اعرفهم فردا. تمام. فانا بتمنى لهم من الخير، وبتمنى لهم ان شاء الله باذن الله ان هم يكونوا عون لنا وعون لبورسعيد ويفرحوا بورسعيد. والاستاذ شريف عارف الكلام ده، يعني انا شغال في الجمهور، لما بيكون نادي مصر غالب شوف اسال الاستاذ شريف بيبقى الجو الناس في المية كلها بتبقى عامله ازاي؟ بنبقى فرحانين. ده حقيقه بنبقى فرحانين، كلنا فرحانين. احنا طبعا انا بمسي عليك طبعا حاج جمال خليل، طبعا اخويا وانت راجل محترم ومن مخلصين للنادي المصري، وده حقيقه فعلا. انا بحب اطمنك ان سياده اللواء سماح قنديل الحمد لله رب العالمين، الراجل بصراحه انا بشكره وشكرته وهفضل اشكره على المجهود اللي قايم بيه تجاه النادي المصري. وفعلا خصص لنا نادي اجتماعي ان شاء الله، ومعروض على مجلس الوزراء باذن الله عشان الموافقه النهائيه بتاعته. واحنا بعتنا، ودي مفاجاه يبقى لكم السبق فيها ان شاء الله. طبعا راضي في سبق اهو، سبق اترفع المقاسات من احد اعضاء مجلس الاداره واتعملت مقايسه ليه واتعمل الرسم بتاعه. الحمد لله رب العالمين. المكان مرضي، لان كان في كلام على الارض اللي هي ارض الكشافه دي ما كانش الناس راضيه منها. لا، هو المكان هنا ان شاء الله قدام النادي المصري باذن الله، وحاجه كويسه ومكان محترم. واترفع المقاسات بتاعه وحاجته وان شاء الله احنا بصدد ان شاء الله هنعمل مفاجأة بإذن الله مدينة بورسعيد، وهيبقى في محلات وهيبقى في كل حاجة إن شاء الله. وبإذن الله طبعا بمعاونتكم وبحبكم للنادي المصري وبحبكم لمجلس الإدارة اللي موجود وسيادة اللواء سماح قنديل ومدير عام الشباب الاستاذ يسر القاضي اللي انا
بوجه له الشكر على الهوا، راجل محترم اللي بيتفانى في عمله، بيحب بورسعيد، بيحب النادي المصري واعضاء الجمعيه العموميه كلها طبعا. ان شاء الله الخير هيبقى على ايديكم باذن الله. انا اللي بطلبه بس من جماهير النادي المصري، وطلبت قبل كده وما زلت بطلب التكاتف لمصلحه النادي. انا مش حابب اشخاص، انا حابب تكاتف للكيان كله، حابب ان انتوا تقفوا ورا فرقتكم. اللعيبه بتاعتنا لعيبه رجاله وان شاء الله على قدر المسؤوليه، وجهاز فني محترم جدا بقياده الكابتن انور سلامه. اعضاء مجلس الاداره كلهم متفاهمين وناس محترمه جدا. وانا لسه بقول للاستاذ محمد سليمان دلوقتي انا براهن على المجلس دوت، لان انا استشعرت الحب واستشعرت العطاء، وانا عمري في حياتي ما راهنت على حاجه الحمد لله وطلعت غلط يعني. فانا طبعا بوجه لك الشكر وبحب اطمنك اللي جاي ان شاء الله يكون احسن. بالنسبه للنادي الاجتماعي يتعمل، وفي مشاريع استثماريه مقدمه من اعضاء مجلس اداره، بس احنا لسه ما اجتمعناش مع بعض عشان ناخد قرارات بيها ان شاء الله. فان شاء الله المرحله الجايه تبقى مرحله اقوى وتبقى احسن باذن الله. وبنطمن كل جماهير بورسعيد والنادي المصري، يا رب نكون عند حسن ظنكم، ويا رب نعمل اللي انتم تكونوا ان شاء الله سعداء بيه يعني يا رب بحق النبي ربنا قدرنا على اسعادكم، وعلى يعني ان احنا نعمل حاجه تسعد جماهير بورسعيد وتعوض الايام اللي فاتت اللي احنا شفناها وقسمنا منها. وان شاء الله تبقى الفرحه تكمل باذن الله بالافراج عن ابنائنا المحبوسين في القضيه طبعا. وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وبنقول لكم ما تقلقوش، احنا تحت امر النادي المصري، والنادي المصري لو طلب اي حد فينا ده بيتنا، ولازم كلنا نقف على قلب رجل واحد عشان مصلحة النادي وعشان مصلحة الكيان، لأن هو ده اللي باقي، وهو ده اللي بيقعد لنا، وهو ده اللي بيسعد شعب بورسعيد كله. واحنا فرحانين جدا كلنا ان احنا كلنا دخلنا جدران النادي المصري، جميع الاطياف اتلمت بقت في مجلس واحد. كل الاطياف بصراحه اتلمت وبحب وبتفاهم، وعلاقاتنا طيبه ببعض كلنا. الاستاذ ياسر وانا اعوذ بالله من كلمه انا، وبعض اعضاء مجلس الاداره، وكل الناس اللي موجوده بتشتغل بحب مع بعضها. والله احنا في عمل دائم، قاعدين مع بعض كتير جدا، اتناقشنا كلنا مع بعض، طرحنا بعض افكارنا لبعض، بقى في قبول ان شاء الله. ودي تجربه مجلس شباب زي دوت طبعا هيهز مصر كلها، مش النادي المصري لوحده او بورسعيد لوحدها. انا خايف بس الناس تحسدنا ويعني انا خايف بس من الناس، من حسد الناس لينا، بس باذن الله انا متفائل خير، وعارف والله ان احنا نكون عند حسن ظنكم، واحنا في خدمه النادي المصري انا وزملائي طبعا، وبقياده الاستاذ ياسر يحيى طبعا. كلنا محبين للنادي، وكلنا بنحب النادي، وتحت امر النادي في اي وقت، ولن نتخلى عن النادي. وان شاء الله ربنا يكرمنا كده، والبطولات بقى تيجي، ونعيد ذكريات بقى النادي المصري، ونعيد امجاد النادي المصري العهد سابقه طبعا. نقدر نقدم نجوم لمنتخب مصر، نقدر نقدم لعيبه كويسه من ابناء بورسعيد، نقدر نعمل حاجه كويسه تسعد بيها شعب بورسعيد، وده املنا وهو ده خطانا، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. الله يكرمك يا استاذ شريف، وده عشمنا فيكم باذن الله، وده عشمنا فيكم، لان انتم فعلا خيرة شباب بورسعيد. ربنا يخليك. وارجو اكون التشبيه صحيح لما انا سميتكم الفرقه 3 سبعات، اللي هي في حب النادي المصري وحب بورسعيد، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وبتمنى يعني الخير لبورسعيد واهل بورسعيد كلها والنادي المصري. وبتمنى من اللواء سماح قنديل اللي هو ابن بورسعيد خريج المدرسه الوطنيه، ان هو يعني تعجلوا ان شاء الله في موضوع النادي الاجتماعي ده، وربنا يوفقكم ونقول لكم كل خير يا رب. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ جمال. شكرا اسمع محمد. شكرا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ جمال خليل احد اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي المصري. استاذ شريف يعني خليني اقول لحضرتك بس عفوا احنا وقتنا بيجري، بس انا خليني بس يعني عندي كذا سؤال كده بسرعه بس كمان عشان ما اطولش على حضرتك. احمد سيد متولي ابن الحاج سيد متولي، تجربه جديده، راجل شايفه كمان بسم الله ما شاء الله، كمان انا كنت اتكلمت معاه في الفتره يعني بعد وفاه الحاج سيد متولي، ولكن شايف احمد اصبح صاحب فكر،
اصبح اكثر نضوجا، رغم ان هو من اصغر اعتقد اعضاء مجلس اداره النادي المصري. نقدر ازاي نستغل اسم الحاج سيد متولي ونستغل احمد باستثماراته بفكره الجديد. كمان انا عرفت ان هو كمان يعني كان متابعنا وبيسمعنا كتير، متابع يعني كمان احمد مش بعيد عن النادي المصري، يبدو يعني من كلامه معانا ان هو مش بعيد. فشايف ازاي ان احمد سيد متولي يعني انت كمان يعني بتعشق الراحل العظيم سيد متولي رحمه الله عليه، قول لي ازاي شايفه مع مجلس، وكمان شايفك ان انت بتبتسم لما انا ذكرت لك اسم احمد. والله احمد متولي ابن الراحل العظيم الحاج سيد متولي نموذج للشباب ورجال الاعمال الناجحه. انت عارف ان احمد طبعا عنده شركات استثمار عقاري. بسم الله ما شاء الله يعني عنده فكر عالي جدا. انا حابب الناس كلها احمد متولي يعني حابب الناس كلها تستفيد من خبرات الناس اللي موجوده. يعني انا لذلك انا بقول لك انا شايف بادره ربك حد بيكمل حد. طبعا. يعني انت شايف ياسر بيكمل شريف؟ طبعا لا طبعا. ده بص احنا انا زي ما قلت لحضرتك مجلس توافقي. يعني ايه مجلس توافقي؟ ما فيش حكر، حتى الراجل رئيس المجلس ما فيش حكر في رأيي، ما فيش. ده اللي انا لاحظته. هو ده الحلاوه بقى، ان كل واحد يملك فكر او يملك مشروع او يملك يطرحه اي حاجه في خدمه النادي المصري بتطرح على الترابيزه، هتلاقي قبول من الجميع. ما فيش حد هيوقف حد، لان انا بقول لحضرتك النجاح للكل والاخفاق للكل. النجاح للكل والاخفاق للكل، وهي ديت الطريقه اللي هنمشي بيها كلنا، وهي ديت الوسيله اللي نمشي بيها. احمد متولي شاب ناجح، يملك من الفكر كتير، حاجه محترمه طبعا. يكفي ان هو طبعا ابن الراحل العظيم السيد متولي، طبعا اسم كبير طبعا. احمد ان شاء الله جاي، والايام اللي جايه طبعا يعني هتثبت الكلام ده. حلو كده جاي جاي احمد جاي وفكره جاي وكل حاجته جايه، وهو رجل اعمال ناجح. وطبعا احنا بيسعدنا كمجلس اداره ان هو يكون في وسطنا، لان على الاقل عندنا من ريحه الحاج سيد متولي. فدي طبعا كان ذكاء في تكوين المجلس، وانا بعتبره ذكاء من الاستاذ ياسر يحيى، ان طبعا جاب كل الطوائف اللي موجوده. وطبعا سياده المحافظ اللي اثنى على الكلام ده طبعا كان ليه برضه نظره في الكلام ده. فدي اضافه للمجلس، وان شاء الله انا عارف ان احمد عنده كتير وهيقدم لنا الكتير باذن الله. شريف يعني خليني بس في يعني والله انا مش عايز انهي مع حضرتك، يعني الكلام مشوق وجميل يعني، وكمان حضرتك يعني خليني اقول يعني الرؤى تغيرت يعني. وانا يمكن كمان كنت بكلم حضرتك يعني، يمكن كمان عملنا مداخله بعد مباراه الزمالك بعد ما كلمنا استاذ محمد الخولي، الرؤى تغيرت طبعا. شريف عبد اللطيف يعني مع حفظ الالقاب اصبح ان هناك رؤيه اكثر وضوحا لمنظومه النادي المصري، اصبح هناك يعني تقدير بقى لمكانه عضو مجلس اداره ونائب رئيس مجلس اداره النادي المصري. فانت قلت لي كده يعني، كنت بتقول لي بالبلدي في الاول كل واحد بيشيل شيلته، لا ده انت دلوقتي شايل شيلة الكل. طبعا احنا دلوقتي في وضع مسؤوليه، ووضع مسؤوليه كبير مش صغير يا جماعه. يعني احنا لا وكمان الوضع اختلف. هقول لحضرتك حاجه، الموضوع ما هو سهل. خلينا نتكلم مع بعض بصراحه. الموضوع ما هو سهل، ولكن بخبراتنا طبعا السابقه. انت عارف ان انا كنت عضو مجلس اداره، كنت مشرف عام على الكوره في النادي المصري. يعني انا كنت مشرف عام على الكوره في النادي المصري، كان معايا كابتن حسام وكابتن ابراهيم، كابتن طارق سليمان، كابتن طارق السعيد. وعملت في المجال ده، كنت شغال ايام المرحوم الحاج سيد متولي. طبعا الاستاذ ياسر يحيى عمل مع الاستاذ كامل ابو علي، واشتغل مع اجهزه مختلفه كتير، واشتغل مع ناس ناجحه كتير، كابتن طه بصري، كابتن انور سلامه، كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن، وفي ناس كتير اشتغلوا معاه. فاذا النهارده والاستاذ محمد الخوري برضه. فاذا النهارده طبعا ما ننساش الاستاذ محمد الملاح، ده رئيس نادي المريخ. طبعا خبرات كبيره، خبرات كبيره طبعا. هو راجل برضه يعتبر رمانة الميزان عندنا. فاحنا النهارده الحمد لله رب العالمين، احنا ما بنقولش ده شباب من غير خبره، لا، شباب وعنده الخبره، يملك الخبره، بس المسؤوليه علينا كبيره جدا، كبيره جدا. المسؤوليه ما هي سهله، ما هي سهله طبعا. انت بتتحكم او ماسك او بتشتغل في مكان، ده مصير بلد، يعني ده وجهه بلد. صح. فانا النهارده لو ما كنتش نبقى قاعدين كلنا بناخد القرار الصح لصالح النادي، دون وركز وانا بركز على النقطه دي، دون النظر لاي شيء او لاي ابعاد، مش هننجح. انما احنا النهارده كل فكرنا احنا بنبص اللي صالح النادي
واللي يخص النادي واللي في مصلحه النادي. وده كان عهدنا من قبل ما نتجمع كلنا مع بعض. احنا كلنا قعدنا وقلنا يا جماعه اللي في مصلحه النادي على الترابيزه هيتعمل، بغض النظر عن اي حاجه. اي حاجه مصلحه النادي المصري هنعملها. اخويا، اخوك، ابن عمك، ابن عمي، الكلام ده كله هننساه، هنرميه ورا ظهرنا ومش هنبص ورانا. عشان برضو انا بس بوجه الكلمه دي ليه وحابب ان انا يعني ااكد عليها يعني. هدوس عليها طبعا. انا مش هبص ورايا ومش هدور على مين بيقول عليا، لا انا هبص، او احنا كلنا هنبص ان احنا هننجح للمصلحه العامه عشان ننجح المكان. وديت العزيمه اللي عندنا، لان احنا هنتحدى نفسنا في المكان. جميل. وانا حابب اقول الكلام ده لان اعضاء مجلس الاداره كلهم ده لسان حالهم، ده لسان حال اعضاء مجلس من اول رئيس المجلس لغايه اعضاء مجلس الاداره. بتشوف ان لما ناس بتنزل يعني في جنازه الراحل الحاج سيد متولي رحمه الله عليه بالالافات، طبعا بتشوف الناس اللي هي بتطالب بعوده الاستاذ كامل ابو علي كانت بالالاف برضه، وان هي بيستوقفوا عربيه وبيكادوا يعني يرفعوها من على الارض. بيقول لك طب وانا ليه يعني مثلا انا كشريف قاعد مع نفسي كده، طب وانا ليه ما تبقاش بورسعيد بتحبني كلها كده؟ يعني ده ما بيبقاش جواك؟ لا طبعا. اقول لحضرتك حاجه، يعني بتقول ان النادي المصري ده يعني نافذه وبوابه لقلب المواطن البورسعيدي. والله يا استاذ محمد، هو النادي المصري زي ما انت حضرتك قلت عضو مجلس اداره النادي المصري ساعات بيبقى اشهر من عضو مجلس الشعب او شورى. ده نابع من ايه؟ اصل انت النهارده انت ربنا يكرمك ان شاء الله برضه في اللي جاي، اما تقعد وتحس ان انت قاعد مثلا في المدرج وفي مثلا 20-30 الف متفرج حواليك وعارفينك، دي قصه تانية طبعا. انا جربتها، او حتى في الشارع انا جربتها بصراحه. شريف شادو هو بتاع شريف شادو اهو بتاع المصري، او مثلا يا شادو تعال مش عارف الكلام ده كله. دي يعني مش بفلوس. حب الناس او الناس تعرفك، دي مش بفلوس. يعني ما ينفعش يدفع فيها، ما ينفعش تجيب بالفلوس. ده حاجه بتاع ربنا. فانت النهارده انت بتقول بتتكلم عن الرموز. طبعا الرموز دي اللي انت بتتكلم فيها ديت احنا نتمنى ان احنا نوصل لها. احنا نتمنى، انا واحد من الناس اتمنى ان انا اوصل للمكانه دي. طبعا. واي حد فينا يتمنى كده. قصدي مكان، عشان بس لا انا لا اقلل من حضرتك، ولكن هي المكانه في قلوب البورسعيد. طبعا. لان اصل انا في بدايه البرنامج قلت لحضرتك دي رموز لا مش ممكن التاريخ ينساها، ولا تقدر تخفي المجهود، ولا نقدر نخفي المجهود حد. اختلفنا اتفقنا، صح. دي رموز موجوده، لا انا ولا انت ولا اي حد، صح. في الدنيا يقدر يخفق تاريخهم، صح. الرموز دي موجوده وفحرت لنفسها تاريخ، ودليل على حب الناس ليهم وبتاريخهم المعروف جنازه الراحل العظيم سيد متولي، او كان وجود الاستاذ كامل ابو علي ومطالبات بعودته، مطالبه بعودته ايام الدستور، ايام ما اجى والناس اجت عليه وبتاع. ده ايه؟ ده حب للكيان وللراجل. يعني هو النهارده اللي رايح يقول له الاستاذ كامل ابو علي ارجع، هل هو هيرجعه بيته هو، ولا هيرجعه عشان النادي المصري الكيان؟ يعني انا في حاجه برضو الناس لازم تبقى فاهماها، مش عايز عشان اللي رايح يقول له ارجع ده هل هو بيرجعه لنفسه كشخص؟ مثلا ارجع عشان انا رايح تيجي لي مثلا عندي او انا لا، هو الموضوع مش كده. هو بيقول له ارجع عشان يرجع الكيان، عشان النادي المصري، عشان الجماهير. فاللي بيطالب ده ما بيطالبش حاجه شخصيه ليه هو، ده عشان خاطر الكيان. احنا ان شاء الله ربنا يعيننا ونقدر نحفر برضو اسمنا زي ما الناس دي حفرت اسمائها. والله وطبعا احنا عمرنا ما هنوصل للناس دي، ولكن احنا بنتمنى ان احنا نوصل يعني ولو ربع للناس وصلت له. بس زي ما بقول لحضرتك ان النادي المصري بوابه لقلوب البورسعيديه. يعني انت اذا فعلا عملت بصمه والناس حست بتغيير، يعني ما هو بس خلينا يعني مع احترامنا للاستاذ كامل ابو علي، هو يعني يمكن بارز في مجال الاعمال والسياحه ومعروف في بورسعيد، ولكن لما تولى النادي المصري وبقى في منظومه والمنظومه نجحت، كامل ابو علي بقى حاجه كبيره عند النادي المصري. لا عند مصر كلها. انا بقول لك يعني سيد متولي كان نجح في رحمه الله عليه، كان في الاعمال ومال وكل حاجه، ولكن لما النادي المصري فالناس بدات تشيد بيه. ممكن يعني الشريف عبد اللطيف يكون ناجح في ماله واعماله وكل حاجه، ولكن النجاح بقى في اللي انت بتشوفه زي ما انت قلت كده في عيون الناس اللي انت بتقابلها. يعني مثلا لما تشوف واحد يقول لك ايه، والله احنا كده بقى عندنا نادي، بتفرق الكلمه دي، بتفرق يعني انت بتحسها. ان احنا عن نفسي انا اقول لك، انا مثلا لما الناس بتقول لنا انتوا عندكم راديو وبقينا بنسمعكم وبنتابع، انت بتحس ان انت عملت حاجه طبعا لحد ما يعرفكش
وبيتمنى ان هو كان يتابع اخبار النادي المصري. احنا انا عايز اقول لحضرتك يعني وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه حضرتك كمان يعني تكون متابعنا اكثر من ذلك. لما بيتصل فينا حد من المانيا، لما بيتصل حد فينا من انجلترا، بتحس ان ده انت عملت نجاح. حاجه. لا ده نجاح بالنسبه لك طبعا. انت النهارده هقول لحضرتك حاجه، كون ان انت بتسمع في المانيا او في انجلترا ده موضوع تاني. ليه بقى؟ النهارده انا لو انا من بورسعيد وعايش في انجلترا، أو قاعد في لندن مثلا، في اي حته في لندن، وبسمع الراديو اف ام، انا مش هسمعه لوحدي. انا معايا مغتربين مثلا ما يقل عن 2000 جاليه، يعني 2000 او 3000 واحد، فدول هيعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. فده بيكلم صاحبه وده بيكلم صاحبه، ومش بعيد تلاقي واحد انجليزي بيقول له بالانجليزي ده حصل كذا، وده الراديو بتاعنا، وده النادي بتاعنا، وده. الدنيا طبعا انتوا يعني اللي انتوا وصلتوا له ده، او البرنامج بتاع اف ام الراديو ده مكسر الدنيا، خد بالك. واقول لك حاجه، الناس بدات تغير منكم، يعني الناس بدات بره تغير منكم. انا بكلمك بامانه والله، الناس بره بدات تغير منكم، انديه ثانيه. يعني اتصل بيا ناس صحابي من الاسماعيليه ومن هنا ومن هنا، ايه يا عم الناس عامله معاه ايه، الدنيا عامله ازاي؟ لان احنا طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا طبعا لنا علاقات كويسه جدا اتحاد الكوره، الحمد لله بفضل الله. لا وانا عارف ان انت كمان ليك علاقات جيده الحمد لله يعني الرموز الرياضيه طبعا، ومندوبين اللاعبين لا الحمد لله يعني علاقات شخصيه كمان بتربطك بيهم. الحمد لله رب العالمين. علاقاتنا بالناس اللي في مصر كلها على اعلى مستوى. ده جميل، ده بيسهل امور كمان ليك. طبعا وعلاقاتنا كلها كويسه، الاستاذ ياسر وانا والحمد لله وبقيت اعضاء المجلس، كلنا علاقاتنا الحمد لله جامده جدا بالناس اللي في مصر. دي طبعا هتسهل لنا حاجات كتير ان شاء الله باذن الله. بس ان شاء الله طبعا الحاجات دي هنستغلها لصالح الكيان، مش هنستغل يعني صدقني انا بكلمك الكلام ده من قلبي، وكل اعضاء مجلس الاداره ده لسان حالهم. الكيان مثلا خلينا هو نمره واحد عندنا. ما انا خليني اقول لحضرتك يعني مثلا لو اتكلمنا على مع حفظ الالقاب على ياسر يحيى، شريف عبد اللطيف، محمد يعني ما خلينا انا اقول لحضرتك يعني معلش الناس دي شبعانه يعني معاها. لا الحمد لله مش محتاجه ان هي تيجي. لا ما بتكلمش على انا فاهم قصدك. لا الناس جايه تدفع. بص انا اقول لحضرتك حاجه، اصل احنا مش هنقعد نلف وندور يعني. هو انا اقول لحضرتك ايه بالظبط. هي الناس دي جايه تدفع. اكيد الناس جايه بتخطط لمصلحه المكان اللي هي ايوه طبعا، وجايه تدفع. هو مش جاي خد بالك يقعد على كرسي. اصل انا لو اقول لحضرتك حاجه، احنا كمجلس اداره احنا ذات نفسنا سياستنا كده. حتى انا كنت بتكلم مع الاستاذ ياسر يحيى في القصه دي، بنتكلم مع بعض يعني، واحنا على طول بنتكلم مع بعض اليومين دول خد بالك. كويس. احنا بنتكلم يعني اللي جاي هو عارف جاي ليه، واحنا موصلين المعلومه. يعني احنا اصل ما فيش حاجه تستخبى. اصل انا النهارده هقول لحضرتك يعني يا فلان انت معانا في المجلس النادي المصري. طبعا طلب منك حاجه هتعملها. موافق مش موافق خلاص. لا هيطلب منك حاجه هتعملها. لا انا قصدي في العرض الاولاني وانتوا بتشكلوا المجلس، يا فلان انت معانا هتعمل كذا، موافق؟ فيقول لك موافق، لا مش موافق. ايوه طبعا في طرح البعض الاسماء الاخرى، وكان يعني يبدو ان مفيش وفاق في الكلام. مش مفيش وفاق يا محمد. هو النهارده اقول لك حاجه، هو اللي بيحب النهارده ما بيبصش هيعمل ايه. صح. راجل حابب المكان وحابب الكرسي اللي انت قاعد عليه، وعارف قيمه الكرسي اللي انت قاعد عليه، وعارف انت بتمثل. حلو قيمه الكرسي. طبعا. الكرسي ليه قيمه فعلا. طبعا قيمه طبعا. قيمه الكرسي طبعا. حابب قيمه الكرسي اللي انت قاعد عليه، وعارف قيمته، وعارف ان انت راجل مسؤول، وعارف يبقى لازم تضحي. صح. خلاص هو الموضوع كده. هتضحي ليه؟ لان احنا النهارده ما عندناش تنميه موارد، ما عندناش مشاريع، ما عندناش. فاللي داخل في الفتره ده يضحي. الفتره اللي جايه اللي بعد كده رؤيتك بقى جايز الدنيا كلها تتعمل. اصبح بقى في جمعيه عموميه. انت النهارده هقول لحضرتك حاجه، هو احنا ليه بنطالب بالنادي الاجتماعي وهنموت على النادي الاجتماعي؟ عايزين نشوف بعض ونتجمع وتعرض نفسك. انت قاعدوا جمعيه عموميه، انت عايز تنزل انتخابات، انت قاعدوا جمعيه عموميه في النادي المصري وعايز تنزل انتخابات. ايه اللي يقعد يلففك في الشوارع والقهاوي والاماكن طب ما تخش النادي الاجتماعي بتاعك، انت تدي محاضره والمنافس ليك يدي محاضره. لا وتلف تسلم على الترابيزات والدنيا بقى وتبان. انت تبان. ما هو انت النهارده النادي الزمالك لما بيجي يعمل جمعيه عموميه بيخش له 15000 و18000 ولا 20000، او النادي الاهلي 160000. هو ايه الموضوع؟ لان في مكان بيتجمعوا فيه ومرتبط بيه ومرتبط فيه. واحنا جماعه عموميه مش قليله، احنا مش قليلين، احنا فوق ال8. وفوق ال8 دي من حقنا ان احنا يبقى لنا نادي اجتماعي ومشهر وكل حاجه. ده حقنا الطبيعي، ده القانون بيقول كده. الجماعه عموما عندنا كبيره مش صغيره، فاحنا من حقنا يبقى لنا نادي اجتماعي ويبقى لنا. الناس اللي قبلنا مع احترامي اليوم ما بصوش للفكره ده وما بصوش ده، لان هو راجل بيزنس مان او مش في دماغه يعني ايه يعني النادي هيتكلف كذا، ايه المشكله.
مش في دماغه يعني، مش بيحارب النادي، ما بس كانش هو حد مش حاسب ان ده وقتها. مش في دماغه، لا عادي يعني 2 مليون خد 2 مليون 3 مليون خد 3 مليون، الدنيا جميله ما فيش مشكله. ولكن احنا النهارده بنتكلم في ايه؟ احنا بنقول لاعضاء الجمعيه العموميه ربنا يكرمنا كلنا ونسعى ونعمل النادي الاجتماعي ونعمل المشاريع ديت، واللي تجيبوا الجمعيه العموميه بعد كده فوق دماغنا. اهلا وسهلا. اي حد يقدر يدير، مش هتحتاج لحد، مش هتحتاج لشريف شجوه، مش هتحتاج لازم يحيى، مش هتحتاج له فلان، بس مش انت هتحتاج له بتبقى فلان. في المكان يعني. والله يا محمد بغض النظر، والله بغض النظر. لا انا كان بكمل كلامي. القصد لحضرتك ايه؟ ان حضرتك دلوقتي بتقول ان في المكان ليه قيمه والتواجد فيه قيمه، فلما بيجي مثلا في الوقت اللي متولي فيه شريف عبد اللطيف نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري تواجد استوديو كبير، خليني اكلمك على حاجه صغيره، طبعا ده شرف استوديو لينا كبير طبعا وكلام من ده، فبيقول لك ان الناس دي وهي موجوده طورت في المنظومه الاعلاميه. والله الناس دي وهي موجوده جابت لنا مكان للجمعيه العموميه اللي هو النادي الاجتماعي، فده بيخليك ان انت النهارده يعني اتبصمت بيه، انت بصمت بيه. طبعا شرف لينا كلنا طبعا. انت برضه يا استاذ محمد ما تنساش اي حد في الدنيا بيحفر لنفسه تاريخ. مفيش حد. لا بس انا شايف كمان منك ان انت حابب، يعني حابب قوي، يعني انت المره دي بقى يعني كمان عكس المره اللي فاتت حابب قوي. لا ما المره انا المره دي جاي يعني انت كمان. ما انا جاي لسبب. انا بالبلدي ما انا جاي انت داخل بصدرك. ما انا جاي. لا ما انا بص اقول لحضرتك حاجه، المسؤوليه كبيره. المسؤوليه كبيره ما هي صغيره، عشان ما نضحكش على بعض. المسؤوليه كبيره ما هي صغيره، لازم يبقى في اتزان، قرار في الصرف. توافق. اتزان، توافق، قرار في الصرف، في اتخاذ اي ما يتعلق بالنادي المصري. المسؤوليه ما هياش شرفيه، ما هيش حاجه انت فلان الفلاني رئيس النادي او نائب رئيس النادي او عضو مجلس الاداره ماشي. طب وبعدين الناس تضحك علينا ولا نعمل ايه؟ لا لازم نشتغل، لازم نجتهد، لازم نبين للناس ديت ان احنا فعلا على قد المسؤوليه. اللي جاي بعد كده ايه انا ماليش دعوه، يعني اللي جاي بعد كده انا مش اعمل اللي عليا وزميلي يعمل اللي عليا واعضاء مجلس الاداره تعمل اللي عليها، واللي جاي ده بتاع ربنا. والنجاح اتكتب لك والله الناس هتحسها وهتبان، لان مفيش حاجه هتتدارى. انما احنا النهارده لما نيجي نتكلم نقول ايه؟ لا وجمهور النادي المصري ذكي كمان يعني. طبعا اما نيجي النهارده نقول ايه؟ اصل نائب رئيس وقاعد انا في مثلا بره، قاعد في الصين. اهلا وسهلا. قاعد في عملت ايه بقى؟ طب وبعدين لا، الوقت ده محتاج منك فكر، محتاج منك عطاء، محتاج منك جهد، محتاج منك عمل، محتاج منك اشياء كتير. لان النادي المصري مش نادي قليل، ده النادي المصري. النادي المصري ده يا جماعه حاجه ما يحسش بيها الا اللي اشتغل فيها ولعب جواه وفاهم النادي المصري. هو ده النادي المصري ده يعني حاجه جامده جدا، ماهيش حاجه. وكمان الفتره اللي فاتت يا استاذ شريف يعني في ناس اتحبست وفي ناس ماتت وفي ناس راحت بسبب النادي طبعا يعني هو اللي حصل في بورسعيد ده كان كله بسبب ايه؟ بسبب النادي المصري. طبعا احنا ما ننساش طبعا ناس ضحت كتير، ناس ضحت كتير طبعا، ضحت بنفسها بالظبط، وفي ناس ضحت باولادها، وناس ضحت بدمها، واللي قاعد النهارده عاجز، واللي قاعد النهارده بقى وبحريته، واللي قاعد محبوس النهارده مسجون، واللي قاعد هنا واللي قاعد هنا، ما ده كله في سبيل النادي المصري. يعني ما ننساش، احنا ما بننساش دور اي حد. لذلك انا بقول انت في مكان ماهوش حاجه قليله، لو ما هيش حاجه قليله، مكان كبير. اي حد هو تكليف اكتر منه تشريف. طبعا تكليف طبعا. هو تكليف طبعا وتشريف طبعا. لا انا قصدي ان هو تكليف اكتر، ولكن هو تكليف شرفيه ان انا ابقى موجود. لا ما هو انت شرفي، ما هو شرفي امتى؟ اما اخش على مؤسسه اشتغل فيها وتكون فيها الموارد فيها والدنيا جميله فيها والحياه ماشيه والحياه حلوه، على طول انا بالتليفون ابقى استشاري تليفون. انما ده انا داخل في مكان ومطلوب مني ان انا اعمل حاجات فوق طاقتي كمان، مش يعني طبعا، وعطاء وجهد وتنظيم وترتيب فايلات وشغل كبير جدا. يعني هي الناس ما تفكرش الموضوع سهل، وما تفكرش ان احنا ناخد الموضوع سهل برضه. احنا كمان مش هناخد الموضوع سهل. لا احنا جايين جد. احنا جايين وجايين جد يعني جد كمان، وهنتعامل بكل حزم. كويس جميل. انا بكلمك كلام عشان يبقى الناس كلها فاهمه الدنيا ماشيه ازاي. لن نسمح لاي حد مهما كان اسمه ان يهز الكيان. لن نسمح ولا اللحظات. احنا كمجلس اداره كلنا هنتعامل بكل حزم
مع اي حد، سواء كان جوه الجدران، سواء كان خارج النادي، سواء كان بره النادي، سواء كان مسؤول او احنا جايين في هدف لنا وهو حق النادي المصري. مش هنسمح لحد ولو للحظات ولو لفكر انه يتلاعب بينا مهما كان، سواء داخل الجدران بيعمل او خارج الجدران، من بقى خد بقى من ناشئين، من فريق، من مسؤولين، من موظفين، من ده. احنا مجلس محترم، هنتعامل بكل حزم، هنتصدى بكل قوة لكل من يتسول له نفسه ان يفكر ان يعمل حاجة للنادي المصري. النادي المصري ده بيتنا وهنحافظ عليه لغاية ما نسلمه صح. تمام استاذ شريف، يعني انا بختم بكلمات حضرتك دي، كلمات جميله وكلمات مشجعه يعني ومبشره، وانا كمان يعني يمكن خليني اقول لك ان انا كنت متحفظ على التفاؤل بتاعي، ولكن انت يعني بعثت ليا روح التفاؤل، ودي شيء جميل ان انا لما اكون يعني حد من احنا كلنا يعني مشجعين النادي المصري، وبعيدا عن ما يعني ما نمتهنه وما فيه ومن مناصب وشغل والكلام ده، انا عن نفسي بأدين للنادي المصري. لما كنتش بشجع النادي المصري وما كنتش موجود في موقع صغير قد كده كان موجود اسمه مصري لافرز، ما كنتش اشتغلت في الميديا والاعلام، والحمد لله ربنا كرمني دلوقتي الحمد لله يعني الحمد لله يا رب. يعني برضو ده الفضل للمولى عز وجل، ثم للنادي المصري هو اللي عرفني، بورسعيد هي اللي عرفت الناس بيا، فده شيء جميل احنا كلنا بنتشرف بده، امر مفروغ منه. كلام حضرتك يعني اكد الكلام ده جوايا وخلاني ان انا يعني عندي امل ان شاء الله باذن الله ان احنا نفرح هنا. مش عايز اقول لك احنا لما بيكون النادي المصري كسبان هنا كلنا بنقعد نتنطط بقى طبعا ما الفرحه يعني للكل طبعا، فده بيبقى شيء جميل، واحنا ان شاء الله باذن الله عز وجل يعني شايف ان دي روح جميله، نفوس صافيه ونقيه الحمد لله ستتعامل باذن الله. النية كويسه الحمد لله، النية كويسه صدق. ويبدو ان كمان من كلام حضرتك ان سيتم طرد اي نيه سيئه ولن تسمحوا بتواجدها، وسيتم اطلاقا اطلاقا. احنا عايزين كمان المكاشفه يا استاذ شريف، يعني فلان لا مش موجود فمش موجود، يعني خليني اقول لحضرتك يعني احنا عايزين الفتره الجايه كل حاجه تبقى قدام الجمهور، لان الجمهور برضو من حقه ان هو كمان يشارك معاكم في المعرفه، بس بالقدر اللي يسمح لمجلس اداره النادي المصري. طبعا احنا عايزين الجمهور جمهور، مجلس اداره مهما كان هناك من ضغوطات ومهما كان من اشياء، ولكن مجلس اداره النادي المصري هو الاكثر بصيره بامور النادي المصري، وهو من سيتم محاسبته على ما سيفعلوه من خلال تعيين جهاز فني، من خلال استخدام لاعبين. اعتقد انتوا ادرى من اي حد، لان انتوا ناس يعني ذو قيمه وذو قدر كبير يعني، واحنا كمان بندعمكم. انا لن اختلف عن كلام الدكتور محمد فاروق، اكيد لازم ندعمكم، انتوا بتمثلوا دلوقتي الكيان وهو النادي المصري، لازم ان شاء الله بمشيئه الرحمن نكون في خلفكم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعيد جدا استاذ محمد، وانا سعيد طبعا بالحلقه المميزه ديت، وبتمنى لكم التوفيق دايما. كمان يعني معانا قوي يعني والله انا حابب، انا بكلم من قلبي والله، انا مش بتكلم كلام شعارات، او انا حابب ان انا اتكلم كلام شعارات، لان انا حاسس ان في تركه تقيله علينا، وحاسس ان في حروب طبعا من كل من الناس حوالينا. انا بقول للناس بقى خلاص بقى، اللي جا واللي ما جاش ما جاش، الدنيا مش واقفه على حد، ما هوش حكر على حد، اللي عايز يجي بعد كده اهلا وسهلا بيه. احنا النهارده بنتكلم في المصلحه العامه، بنتكلم في الكيان، ايا كان اللي موجود، ايا كان اللي بره، ايا كان. انا بطالب كل الناس تكاتف من اجل مصلحه النادي المصري، اللي في ايده حاجه يقدمها عشان ده تحسب له، عشان انا واحد من الناس او المجلس كله هيطلع يقول ده فلان الفلاني عمل كذا كذا للنادي المصري. انا لم اخفق حد، لم اخفق اي شيء حد قدمه للنادي المصري. هيتعلم انا بقول لك هيتعلم، اللي هيقدم كوبايه ميه يساعد بيها بالنادي المصري هيتعلم. انا ما بقولش الكلام ده عشان تبقى الناس تبقى ان احنا مثلا بنتسول، لا الحمد لله احنا قدها وقدود، احنا قدها وقدود الحمد لله بفضل الله، احنا مجلس قدها وقدود بفضل الله. ولكن احنا بنقول ايه؟ تكاتف الجميع هيديك الحافز ان انت تبقى احسن واحسن واحسن واحسن، يعني انت فاهم؟ يعني لما تلاقي الناس كلها بتتكاتف معاك، انت ذات نفسك كمان هتبقى عاوز تعمل الاحسن والاعلى لصالح المنظومه. انا في نهايه اللقاء طبعا بشكركم، احب اشكر استاذ وزير الشباب والرياضه دكتور خالد عبد العزيز، راجل محترم. احب اشكر اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، الراجل اللي انا شخصيا يعني بحبه، لانه راجل مخلص لبلده وحابب لبلده.
بشكر الاستاذ يوسف القاضي مدير عام الشباب والرياضه، الراجل اللي تولى مهمه النادي المصري في عدم تعيين المجلس، والمجهود اللي عمله في الفتره اللي فاتت عشان يخلي النادي المصري على رجله. انا بشكره شكرا جزيلا. بشكر كل من قدم العطاء للنادي المصري. بشكر اعضاء مجلس الاداره السابقين ورؤساء الانديه السابقين وجميع اللاعيبه القدامى السابقين والاجهزه الفنيه اللي اشتغلت معانا السابقين. بشكر كل الناس اللي اعطت للنادي المصري. بقول لهم ده بيتكم. النادي المصري ما هوش حكر على مجلس اداره. اي عضو جمعيه عموميه في النادي المصري هو عضو مجلس اداره، انا من وجهه نظري. بقول للناس كلها ده بيتكم، ما تتخليش عن بيتكم. يا ريت كلكم نلتف حوالين مصلحه النادي المصري ومصلحه الفريق، ونهدى ونبص لقدام. هنعمل ايه بكره للنادي؟ هنعمل ايه بكره لبورسعيد؟ هنفرح الشعب بورسعيد ازاي؟ بشكر طبعا الشباب بورسعيد كله طبعا من كافه الاطياف بيحبوا النادي طبعا، الجرين ايجل والالتراس وكل الشباب المحترم اللي بيشجع النادي المصري. وبتمنى في نهايه حلقتي ان ربنا يقبل دعائي ان شاء الله باخلاء سبيل لكل ابنائنا المحبوسين في القضيه، ونفرح بيهم ويظهر الحقيقه ان شاء الله على يد القضاء العادل وبالتوفيق ان شاء الله. وبشكر الدكتور محمد فاروق واللجنه الاعلاميه طبعا، واشكرك استاذ محمد سليمان واستاذ محمد سعد، طبعا ناس مميزه وانا طبعا متنبأ لكم مستقبل كبير، وانا قلت الكلام ده قبل كده قبل ما اقعد معاك ان شاء الله. وانتم ان شاء الله انتم اللي جايين وانتم امل بورسعيد باذن الله. ربنا يخلي حضرتك. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا كنت سعيد ان حضرتك كنت معانا النهارده. كان معانا الاستاذ شريف عبد اللطيف نائب رئيس مجلس اداره النادي المصري المعين الذي تم اصدار قرار واعتماده من اللواء سماح قنديل بالامس، وتعيين مجلس اداره الجديد للنادي المصري. كل الدعم كل التوفيق نتمناه ان شاء الله باذن الله في القادم لمجلس اداره النادي المصري. الجمهور جمهور، مجلس الاداره مجلس الاداره. هنشتغل احنا شغلنا الاعلامي، ندعم نرصد كل حاجه ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه. زي ما استاذ شريف قال، اذا كان هو متفائل على المستوى الاداري والتنظيمي، احنا كمان متفائلين باذن الله ان شاء الله على المستوى الفني والقروي داخل النادي المصري. ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه تكون تحمل الكثير والكثير باذن الله ان شاء الله للنادي المصري. كل التوفيق لمجلس اداره النادي المصري الجديد. خليكم بكره معانا كمان ان شاء الله باذن الله يكون معانا عضو مجلس اداره جديد الساعه 9 مساء. بشكركم شكرا جزيلا. كنت معاكم محمد سليمان، بشكركم شكرا جزيلا. بشكر كمان زميلي محمد مرسي وزميلنا محمد عاشور والهندسه الاذاعيه محمد سعد. بشكركم شكرا جزيلا، ونلتقي غدا باذن الله في 9 مساء. تصبحوا على الف خير.